جاء طرد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي مع انطلاق الدقيقة 86 في اللقاء الذي جمع فريقه مع نادي الهلال السعودي في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وتم طرد الدون بعد اعتدائه على علي البليهي مدافع نادي الهلال. والجدير بالذكر، تأهل نادي الهلال لنهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه على النصر بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. كما وثقت كاميرا خاصة ردة فعل لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد طرده خلال مباراة الهلال والنصر والتي أقيمت مساء أمس في دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي. وأظهر الفيديو اشتباكات بين عدد من لاعبي الهلال والنصر، فيما تدخل آخرون لاحتواء الموقف وإنهاء الاشتباك. وأظهر الفيديو كريستيانو وهو خارج من الملعب وطلب من جماهير الهلال المتواجدة في الملعب التصفيق للبليه بعدما نجح في استفزازه وتلقيه كارت أحمر. قالوا انه في اخر دقائق المباراه طردته بعد النتيجه 2-0. يعني اعتقد انه يعني انتهت المباراه 2-0. اصلا من بدايه الشوط الثاني كان الوضع انه واضح انه الهلال اخذ كانت له الافضليه، واضح انه النصر مش قادر يعمل على هجمات مرتده، واضح انه مش قادر يلقى المساحات. لذلك انا اعتقد انها وقت الطرد انتهت المباراه. طبعا هذه هي الكاميرا الخاصه اللي كانت لكريستيانو رونالدو في هذه المواجهه، والحديث ايضا عن كل الحاله كامله بعد ان طرد كريستيانو رونالدو والاحتكاك مع النجم علي البليهي. كابتن، الغياب الخاص بمتروفيتش، افتقد الهلال متروفيتش، وين انتصر في هذه المواجهه؟ كنا نتحدث واحنا نتابع هذه المواجهه. طبعا افتقد واحد مثل متروفيتش، دبابه بالنسبه لي ما شاء الله تبارك الله. هو مصاب، عوده متروفيتش باذن الله تعالى بعد 6 مباريات هذه طبيعي انه راح تعطي قوه للهلال، ولكن في مباراه اليوم تحديدا والمباراه الاتيه اللي ما راح يكون فيها متروفيتش، انا في تصوري راح يكون فقيده بالنسبه لفريق الهلال. عبد الله الحمدان لاعب صغير في السن، ولكن هذا المركز غير مركز عبد الله الحمدان. اذا كان احد يلعب في هذا المركز غير متروفيتش ممكن صالح الشهري، عدا ذلك اعتقد ما يوجد لاعب يستطيع يلعب في هذا المركز غير صالح الشهري او متروفيتش. طيب كابتن،